في بداية قصتنا بنتعرف على حمو زكي، وده ولد وحيد ضيع حياته كلها على ألعاب الفيديو، وده عشان يهرب من الواقع الكئيب اللي عايش فيه. وبعدين بيكتشف ان اللاعب المحترف المفضل عنده تبقى البنت المشهورة اللي معاه في المدرسة، ودي مش بتطيقه عشان هو عيل كئيب ومحدش بيحب يتعامل معاه. بس بعدها بتاخد قرار انها تحوله لريلورد. وفي اخر اليوم الدراسي حمو زكي بيكون قاعد في القاعة القديمة بيلعب فيها لعبته المفضلة ذا سوبر اتاك فاميلي اللي معروفة باسم تاكام، وبيبقى بيلعب ضد شوجي ناكامورا زميله المشهور. وبنعرف ان ناكامورا ده شاب وسيم وكل البنات بتحبه، كل البنات حلوين، لا وكمان ولد متفوق ورياضي. ومقارنة بيه حمو زكي يعتبر ولد فاشل، الحاجة الوحيدة اللي فالح فيها هي ألعاب الفيديو. بس بعد ما بيهزم ناكامورا بيبدأ يشتكي من اللعبة، واللي مش بيقبل يعترف انه مش بيعرف يلعب، وبيقعد يقول ان اللعبة دي فيها مشكلة. فحمو زكي بيقترح عليه انهم يلعبوا تاني بس بشرط انه لو كسب وقتها ناكامورا هيعترف انه ما بيعرفش يلعب. وبعدها حمو زكي بيفوز مرة تانية، وبعد الماتش ناكامورا بيقابل زمايله البنات وبيقترح عليهم انهم يروحوا يشربوا حاجة سوا. وبعد ما بيمشوا حمو زكي بيخرج من المبنى وبيروح، وهو ماشي بيقعد يفكر في قد ايه حياته مملة. وبالليل بيقعد يلعب مع واحد اسمه نونم واللي يعتبر حريف زيه، وبيتفاجئ لما بيلاقي مستواه كمان اتحسن، بس مع انه احسن منه في القتال. نونم بيكون احرف منه في صد الهجمات، ودي مش حاجة سهلة على اللعيبة لانهم بيفضلوا يستخدموا الهجوم اكتر من الدفاع. وده بيخليه يستغرب للاعب اللي في المركز الثاني على مستوى الدولة خبير قوي كده في الدفاع. وبعدها بياخد باله كمان ان نونم ده بيقصد يتضرب عشان يقدر يدرب نفسه على الدفاع، وبينبهر من الحركة دي. وبعد ما الماتش بيخلص نونم بيبعت له رسالة وبيسأله اذا كان ساكن في منطقة كانتر، وحمو زكي بيقول له ايوه. فنونم بيقترح عليه انهم يتقابلوا. وتاني يوم في المدرسة الكل بيبقوا قاعدين مع اصحابهم، وفي الوقت ده حمو زكي بيكون قاعد على الترابيزة بيتفرج عليهم، وبيقعد يسأل نفسه اذا كان عمره في حياته هيبقى من الشخصيات المهمة. وفي وقت الفسحة هنومة زميلته بتناديه، ولما بيقف بتسأله اذا كان فعلا بيلعب تاكام مع ناكامورا، فما بيكونش عارف يرد يقول ايه. ولما بيسألها هي عرفت منين، بتقول له ان الكل بيتكلم عن الموضوع ده، وبتسأله مين اللي كسب في الاخر. فناكامورا بيرد وبيقول ان هو اللي خسر، وبعدها بيقول انه عادي مش حوار يعني، وبيقول لها يمشوا يعملوا حاجة مفيدة بدل الرغي في مواضيع ملهاش لازمة. وبعد يومين حمو زكي بيروح يقابل نونم عشان بيبقى عنده فضول يعرف ده مين. بس وهو بيقرا الرسالة اللي نونم بعتها بيوصف فيها اللبس اللي لابسه، بيكتشف انها بنت لابسة جيبة بيج وقميص ازرق. ولما البنت بتلف بيلاقيها هنومة، والاتنين بيتفاجئوا لما بيشوفوا بعض، خصوصا هي لما بتستوعب ان ناناشي احرف لاعب على مستوى البلد يبقى ولد فاشل في الحقيقة. وبتقول له انها اتصدمت عشان هو كان اخر شخص ممكن تتوقعه. فلما بيقول لها ايه قلة الذوق اللي هي فيها دي، بتقول له انها سرحت منها معلش. فبيقول لها انه هيكون احسن لو ركزت في كلامها بعد كده، واصلا مش حاجة حلوة انها تتكلم كده مع واحد هي ما تعرفوش كويس. وقتها هنومة بتقول له انه هو كمان كان محتاج يلبس لبس احسن من كده. فبيقول لها انهم عايشين في بلد حرة ويقدر يلبس اللي هو عايزه. فهي بتفهمه انه المفروض يلبس كويس طالما رايح يقابل حد، وبتبص له من تحت لفوق وبتقول له ان عامل النظافة بيلبس احسن منه، ده حتى مش مسرح شعره كمان. وهي ماشية بيحس بإهانة وبيوقفها وبيقول لها انه ما عندوش مشكلة في لبسه عشان مش كل الناس بتفهمه. وبيقول لها كمان ان على عكس الالعاب الحياة ما فيهاش قوانين لازم يمشوا عليها بالحرف، وان كل واحد يعمل ما بداله. وللاسف دوره في الحياة هو انه يبقى من الشخصيات المهمشة، ودي حاجة الناس اللي زيها مش بيفكروا فيها، وعشان كده هو بيكره الفئة بتاعتهم دي. وبيشرح لها انه كل واحد ليه قيمته، وهي مش من حقها تفرض حاجة على حد. بس هي بتقول له انه بيتعامل بطريقة درامية قوي، وانه طلع من الناس اللي بتحب تعيش في دور الضحية بدل ما يفكر هو هيخلي حياته تبقى احسن ازاي، وده اللي هيخليه واقف في مكانه وفاشل كده لباقي حياته. فبيقول لها ان الحياة مش لعبة يقدر يغير فيها شخصياته. وقتها هنومة بتمسك ايده وبتاخده معاها. وفي المشهد اللي بعد كده حمو زكي بيلاقي نفسه قاعد في اوضتها ومش فاهم هو ازاي وصل للمرحلة دي. فبيحصل له لاج لدقيقتين كده بعد ما بيشوفها غيرت هدومها وبيفتكرها واحدة تانية. وقتها بتقول له انها مسحت المكياج بس عشان كده شكلها اتغير، وبتقول له انه سهل جدا ان الواحد يغير انطباع الناس عنه لو بس بذل شوية مجهود، وان طالما الواحد بيعرف
يظهر شخص كويس وبيعرف يتعامل ازاي مع الناس، هيقدر يوصل لكل اللي عايزه، بس هو ما بيبقاش فاهم هي عايزة توصل لإيه برضه. فبتوضح له أكتر وبتقول له إنه لما هيشتغل على النقطتين دول هيقدر يعمل علاقات، وبتقول له كمان ما يفترضش إنها من طبقة عالية لمجرد بس إنه شاف أسلوبها. وبتحكي له إنها زمان كانت عايشة حياة طبيعية جدا في وقت ما كانت في المدرسة الإعدادية، وبتقول له كمان إنه يقدر يكون عنده ثقة في نفسه ويقدر يتعلم إزاي يتعامل مع الناس لو عمل مجهود أكبر وبطل يتعامل على إنها نهاية العالم. وبتعترف له إنها عملت مجهود كبير في كل حاجة كانت بتعملها، بس مهما كانت بتلعب لعبة تاكام ما كانتش بتقدر تهزم ناناشي، وده السبب اللي خلاها تحس إنه شخص أحسن وأشطر منها. بس الحقيقة ناناشي ده طلع شخص فاشل وعايش حياة بائسة، وهو قابل بالوضع ده عشان خايف يتغير. وبتقول له إن دي مش حاجة صح، وإنها حاسة إنها اتغفلت من بعد ما عرفت إن الشخص اللي بقالها كتير مش قادرة تهزمه طلع شخص عبيط، وبتقرر تنصحه وتعرفه إن لعبة الحياة دي فيها قوانين كتير بس بسيطة، وده اللي مخليها محتاجة مهارة، وعشان كده هي هتعلمه القوانين دي وتتأكد إنه بيطبقها كمان صح. وطول الوقت وحمو زكي قاعد متنح ومش عارف يقول إيه، بس بعدين بيتفق معاها على إن الواحد لما مش بيبذل مجهود بيخسر، وإنه فعلا لاعب محترف بس في الحقيقة هو فاشل في حاجات كتير. وبيعترف لها كمان إن هي اللعيبة الوحيدة اللي كان بيحترمها، خصوصا من بعد ما شاف لعبها عامل إزاي وبيشوف المجهود الكبير اللي عملته. ومع إنه بيحس إنهم قادرين يفهموا بعض، بس بيطلب منها برضه تشرح له قوانين الحياة عبارة عن إيه. فبتبدأ تشرح له حاجات كتير عن الحياة وبتديله مثال على اللعبة اللي بيلعبوها، وده بيلفت انتباهه جدا. ومرة واحدة بيفتكر إزاي الناس على النت بيقولوا عليه إنه شخص جامد بسبب لعبه الجامد، بس محدش من الناس اللي حواليه قال له كده في وشه. وبسبب كتر التعليقات الإيجابية اللي على النت بقى يضيع وقته في اللعب، لأنه حس إنه خلاص مش محتاج يتواصل مع الناس في الحقيقة. بس لأول مرة في حياته يستوعب إن الحياة في الحقيقة عاملة زي لعبة تاكام، وده بيخليه يحس إن في حد مقدر مجهوده، بس برضه بيكون عند رأيه في إن الحياة عبارة عن لعبة زبالة، وإن لعبة تاكام أحسن بكتير. بس على حسب كلامها فهو عنده استعداد دلوقتي إنه يلعب في الحقيقة. وقتها هنومة بتشرح له إن أول حاجة محتاج يعملها هي إنه يطور من شخصيته، ولما بيخرجوا بتديله علبة كمامات وبتقول له يلبسها وهو بيتدرب على إنه يبتسم. وتاني يوم بتكتب له قايمة بالأهداف اللي عايزاه يوصل لها، وأول هدف هو إنه يخلي حد غيرها ياخد باله من التطورات اللي بيعملها في مظهره، وتاني هدف هو إنه يرتبط ببنت قبل ما يبدأوا سنة تالتة، والهدف الأخير هو إنه يتكلم مع 3 بنات، 2 منهم هي اللي هتختارهم والتالتة هو اللي هيختارها. وبعد كده وهم في الفصل بيقرر ينفذ المهمة دي، وبعدين بيلاقي هنومة جايه له وهي مختاره له بنت، فبيفتكر وقت ما قالت له يبقى دغري وهو بيتكلم مع حد لأول مرة. فبيسأل يو زميلتهم لو معاها مناديل، فيو بتقول له إنها ما جابتش مناديل، وبتسأل فيوكا البنت اللي قاعدة وراها، وفيوكا بتديها مناديل من معاها. وبعد ما يو بتديها لحمو زكي بتروح تتكلم مع أصحابها، وفي الوقت ده حمو زكي بيستخدم المناديل وبياخد راحته قوي. ففيوكا بتسأله هو ليه بينف بصوت عالي وهو بيتكسف، فبيضطر يقول لها إن اللحمية خانته بس مش أكتر، إنما هو تمام وما بيعملش كده دايما. وبعدها هنومة بتخليه يتكلم مع منامي، فبيروح الفصل اللي بتكون قاعدة فيه وبيلاحظ إن هنومة لسه ما وصلتش، وبيفتكر وقت ما كانت قالت له ما يتكلمش مع البنات إلا وهي موجودة، فبيقف جنب الترابيزة ومش عارف يعمل إيه. وقتها منامي هي اللي بتتكلم معاه، فالواد بيتخض بس بيضطر يرد عليها، وهي بتضحك على كلامه وبتقول إنه بيتكلم زي العواجيز. وفي اللحظة دي بتيجي تاما ودي واحدة من زمايلهم وبتسأل هم بيضحكوا على إيه، فمنامي بتحكي لها، وهم بيتكلموا ناكامورا واصحابه بيجوا، وبيسأل منامي هي بتضحك على إيه، فبتقول له إنها بتضحك على الإفيه اللي حمو زكي رماه. فناكامورا بيقول له إنه عايز يسمع الإفيه، ولما بيقولوا ناكامورا واصحابه مش بيضحكوا، فمنامي بتقول لهم إنهم أغبياء عشان ما فهموش الإفيه ده ومحتاجين يشغلوا دماغهم شوية. فناكامورا بيقاوح وبيقول لها إنها هي اللي دماغها فاضية ومش فالحة غير في إنها تعمل ترندات التيك توك. وهم بيتكلموا حمو زكي بيلاحظ إن تاما بتبص لناكامورا بطريقة غريبة ومش فاهم إيه الحكاية، ولما بيرجع يبص لمنامي وناكامورا بيلاقيه بيسأل صحابه هم شايفين مين اللي دماغه فاضية فيهم هو ومنامي. ووقتها هنومة بتتدخل وبتقول لناكامورا يمشي ويبطل رخامة، لأنه أصلا كفاية إنه خسر قدام حمو زكي في اللعبة والكل بيتصدموا لما بيسمعوا ده. وبعدين بتقول له إنه بيتصرف تصرفات العيال الصغيرة، والظاهر كده إن ده السبب اللي خلى حبيبته تسيبه، لأنها أكيد عايزة تبقى مع راجل ناضج زي كنتو. وبتقول له إنه لو عايز يثبت نفسه لازم يهزم حمو زكي في لعبة تاكام، وهو بيقبل التحدي. وبعد ما بيمشوا منامي
منامي وتاما بيشكروها عشان دفعت عنهم قدام ناكامورا، فبتقول لهم ان الصحاب لبعضيها. وبعد شويه وهم قاعدين في الفصل هنوما بتحيي حمو زكي على المجهود اللي عمله في اول مهمه ليه، مع انه نف زي الحمير قدام فيوكا، فبيقول لها انه كمان عك الدنيا اكتر عشان ما كانش عارف يقول ايه، فبتقول له ان مفيش مشكله وانه مع الوقت الوضع هيتحسن. ولما بيسالها ليه تاما كانت بتبص لناكامورا بالطريقه دي، بتقول له انها مش بتطيق الناس اللي زي ناكامورا. وتاني يوم بتقول له ان بعيدا عن كل اللي حصل هو محتاج الخطوه الجايه انه يحاول يتكلم مع مجموعه اكبر من الناس. وفي اليوم ده بعد ما بيخلصوا مدرسه حمو زكي بيحاول يعمل بنصيحتها ويتكلم مع منامي واصحابها عشان يحقق المهمه دي. ولما بيوصلوا المحطه هنوما بتقول له ان هو ومنامي ساكنين في نفس المنطقه وبتشجعه يتكلم معاها، وهم مروحين بيعمل كده فعلا. وبيسال منامي هي ازاي روحها حلوه كده وبتضحك دايما، فبتقول له انها مقتنعه انها لما تواجه العالم بلا مبالاه ده هيهون عليها كتير لما الدنيا تعك جامد. وهم ماشيين بيقفوا عند الاشاره يستنوا العربيات تعدي، وقتها منامي بتساله لو في حاجه بينه وبين هنوما، وهو بيقول لها ان مستحيل واحد اهطل زيه يكون في حاجه بينه وبين هنوما. وتاني يوم هنوما بتقول له يتدرب على فتح المواضيع عشان ما يفضلش ساكت وهو قاعد وسط ناس. وبعدها بتديله كروت كده مكتوب عليها مواضيع مختلفه، وبتقول له انه لو اتزنق في مره ممكن يستخدم المواضيع اللي موجوده على الكروت دي. وبتديله كمان جهاز تسجيل صوتي وبتقول له يستخدمه وهو بيتدرب عشان يقدر يحدد الحاجه اللي محتاج يشتغل عليها في طريقه كلامه. وبتقول له انه هيضطر يقضي يوم السبت معاها كجزء من التدريب. وفي يوم السبت حمو زكي بيوصل متاخر فبيعتذر لها على التاخير، وهي بتقرر تعدي الموضوع لما بتلاحظ انه لبس كويس المره دي. ولما بيسالها هي اشمعنى جابته المول مش بترد عليه بس بتبتسم بس، وهو لما بيشوف الابتسامه دي بيقلق. وبعدها بنلاقيها واخداه محل ملابس رجالي وبتقول له انها هتعلمه ازاي يختار اللبس وازاي ينسق الهدوم مع بعض، وبتقول له يعتبر ده الجزء التاني من بنى الشخصيه. وبتشاور له كمان على المانيكان وبتقول له يقدر يسهل على نفسه الموضوع ويختار اللبس اللي محطوط على المانيكان، وده لان الموظفين اللي هنا بيشتغلوا مع بعض عشان ينسقوا اللبس على المانيكان. فبيقول لها انه كده عامل زي ما يكون بيستلف ذوق حد تاني. وبعد ما بيختار الطقم اللي عاجبه هنوما بتقول له يروح يتكلم مع الموظف ويطلب منه يساعده يقيس الطقم ده. ولما بيبص حواليه بيلاقي ان واحد من الموظفين يبقى زميلهم في المدرسه، فبيقرر ياخد الهدوم على كده من غير ما يقيسها. فهنوما بتقول له انه مش هيعرف مقاسه لو ما عملش كده، وهو بيفضل متردد برضه. فبيقعد طول الطريق يراجع الكلام اللي هيقوله، ولما بيروح له مخه بيهنج، وبدل ما يقول له انه عايز يجرب الهدوم اللي على المانيكان بيقول له انه عايز يجرب المانيكان. ولما هنوما بتسمع ده بتعمل نفسها ما تعرفوش. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول. لو عايزين نلخص لكم الجزء الثاني اكتبوا لي في التعليقات. سلام.